أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا عبر الأثير مجددا. الآن إلى برنامج على اليوتيوب يقدم قضايا اجتماعية وإخبارية. يقدم هذا البرنامج بطريقة تهكمية وساخرة ولاذعة قليلا. كانت أولى حلقات هذا البرنامج في 7 من الأول من عام 2012. فريق عمل البرنامج ما هو علا؟ طبعا فريق عمل البرنامج يعمل على فرز كل المستجدات اليومية للصحف المحلية بواقع حلقتين شهريا، ويعتمد هذا البرنامج وإن كان عبر الوسائط الاجتماعية يعتمد على على الرقابة لكل ما يطرح في اليوتيوب. عموما تجاوزت مشاهدات حلقات البرنامج في 7 أشهر أكثر، تخيلوا الرقم، أكثر من 16 مليون مشاهد. خلينا نتابع وراجعين. أين هي الحقيقة الغائبة والأسباب لحادثة مستشفى عرقة؟ هل ما حدث في مستشفى عرقة حقيقي أم إنها خرافات وصدقتها الجماهير والصفوف؟ أين هي طيب اللي أكثر من 50 سنة في الاتحاد السعودي إيش وضعهم؟ ما لهم عمر افتراضي؟ الأردن تتلقى 850 مليون من السعودية لتسوية الطريق الأزرق الأردني. وتزامن مع هذا الخبر تم نشر خبر في الصحافة السعودية، هناك 11 فرد من عائلة سعودية لا تجد مأوى وتسكن في مقابر. طالع من بيته رايحة بيت الجيران، طالع من بيته رايحة بيت الجيران. لجد سالفة المليار يعني قاعد أشوف الأيام هذه كثير في الصحف، مليار رايح مليار جاي أوقف أنت بس، وين رايح؟ وين تبني وزارة صحة؟ كحة كحة كحة. وين يسكن أبوي وأبوك؟ شبوك شبوك شبوك. نبي أراضي. عاصي 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 عاصي. الظاهر إن الجماعة نسوا يحطون حلو صح؟ لما تكون مشاريعك بايظة ما تشتريش استفتاءات، استرجل. الأمير مشعل بن ماجد محافظ جدة يصرح: جدة مدينة التعب والجميل، اصبروا عليه. سم طلب. قادر مقنع إلى متى الأسئلة ما نار، إلى متى يا جرح قلبي بتوجع، إلى متى والصبر ما لمحك. إذا مشاهدينا ومستمعينا، معنا في استوديو MBC في أسبوع الإعلامي هادي الشيباني، مقدم برنامج يطبعون على اليوتيوب. حياك الله عادي. يا مرحبا. اهلا وسهلا بهادي. اهلا ولا حياكم الله. هادي الشيباني. ها كنتوا تضحكون من البدايه. هادي الشيباني هادي الشيباني. اول شيء الحمد لله على السلامه، واحنا طبعا يشرفنا ان تكون موجود معنا. الله يسلمك، شرف لي اني اطلع في قناه زي MBC وفي برنامج برضه. حياك الله. انت تستاهل اكيد. الله يطول اكيد، وما نستضيف الا اللي يستاهلون. بس خلينا نبدا في البدايه. يطبعون، وش يطبعون؟ ايش تعتمدون عليه؟ من المسمى يطبعون كل ما يطبع في الصحافة، في التلفزيون، حتى في الإذاعة من الطباعة. يعني نستخرجه، نفرز الأخبار، في فريق عمل طبعا لفرز الأخبار المحلية طبعا أتكلم. أوكي. تم فرازتها. الأستاذ عبد الرحمن بحير هو كاتب البرنامج، حط لمساته. طبعا مشاركة الجميع. تحية طبعا استاذ عبد الرحمن. اكيد يعني لولا الله ثم عبد الرحمن يعني ما كان البرنامج تقريبا خلينا نقول 80% ما كان موجود. عبد الرحمن يمتلك فكر كويس يعني في انتقاء الاخبار، في انتقاء حتى التعليقات يعني كثير يعني، وقاعدين نتعلم منه اشياء كثيره يعني. هو صغير في السن، اصغر مني انا عارف، بس ما شاء الله يعني. هي دائما نقول لك العبره بالعقل مو بالعمر. هذه هي. نعرض البرنامج، طبعا تصوير إلى إعداد أسبوع أو أسبوع أكثر للحلقة الواحدة. إيه. بعدها عاد ننتظر كم يوم
يتم مراقبة البرنامج. طب هذه هل ترى بأنه مواقع اليوتيوب عندها أو قنوات اليوتيوب تمتلك يمكن سقف حرية أكبر من القنوات التلفزيونية مثلا؟ يعني بتعرف دائما القنوات التلفزيونية بالنهاية هي تعرض أو يعني تتوافق أكثر مع رأي ممولها بشكل كبير. هل عدم وجود ممول في اليوتيوب واعتمادكم الشخصي على جهودكم يمكن هو أعطاكم فرصة للنجاح والتألق أكثر في مواقع اليوتيوب؟ بالنسبة للقناة صاحي يختلف الوضع. هي أول قناة سعودية في اليوتيوب تحمل عدة برامج من ضمنها برنامج يطبعون. البرامج الثانية قناة لوحدها ببرنامجها. بس السؤال الأول وبداية سؤالك الحرية، أنا أعتقد أنه الشباب هم اللي وضعوا سقف الحرية بنفسهم، حطوا لهم سقف معين. طيب وبعد ما تسوون هالأعمال؟ بعد ما نسويها علي يعني المراقبة أنا أقصد. المراقبة أكيد يعني ما راح في صاحي ما راح يطلع برنامج إلا أجيز، لأن في يعني إدارة تراقب البرنامج أو تشوف البرنامج هذا تعديت شوية لا ارجع شوي. في خطوط حمراء في الإعلام الجديد لكنها أعلى من التلفزيون. هي الخطوط الحمراء دائما في كل الإعلام هي الدين والجنس والسياسة. يمكن أنتم نطيتوا على السياسة أكثر فكان مش سياسة، احنا اجتماعي، احنا اجتماعي وسياسي نصنف الاجتماعي أكثر يعني نوعا ما. طيب بعض الأحيان لما يعني طبعا وهي صارت في أمثلة هذه في برامج على اليوتيوب أو حتى ناس يعملوا على اليوتيوب مقاطع أو ما إلى ذلك توقفوا بأي مكان، وهذا موجود في الدول العربية. صحيح. هذا ما يعطيكم بعض الأحيان دافع أو يعطيكم مثلا والله هاجس إنه لا أنا لازم أراعي كذا أو أراعي كذا، ويكون الناقد دائما يقول لك النقد أنت فيك توصل الفكرة. هذه مشكلة اللي ما عنده خلفية إعلامية عن الخطوط الحمراء. يعني هذا خلينا نقولها بالعامي بيلزق في جدار يعني أو بيشطح يعني لأنه ما يعرف الخط الأحمر أو حدوده في الإعلام. يعني إذا بالنسبة لصاحي لا، احنا عندنا ممارسات إعلامية سابقة سواء الإدارة أو سواء الطاقم العامل يعني معنا. حلو. طيب إذا تكلمنا برضو عن نقطة مهمة، إذا من أول صاحي إلى الآن وصلتوا للحلقة 14 اللي عرضتوها الآن في حلقة اللي هي 15. أنت تتكلم عن صاحي ولا يطبعون؟ يطبعون طبعا هي من ضمن باقة صاحي كبرامج. إذا جينا تكلمنا من 1 إلى 14 والآن مقبلين على 15 اللي هي الختام لها الموسم هذا. هي الختام. في حلقة قلت لا بعدلها يا ليتني عرضتها بشكل أفضل. كثير والله. مثل والله كثير من 1 إلى 14 كلهم. اي والله. بعد ما تنزل في حاجات يعني. طيب عطني مثال. بس احكي لك شغله، واحده من اسرار النجاح انك انت عمرك ما راح ترضى عن نفسك. اكيد صدقني هاي واحده، لانك دائما لازم يكون عندك الدافع لتبدع اكثر. لا لاني اشوفها تطلع معي حاجه او افكار هاي نصيحه لك يعني. شكرا. يعني مش ناجحه ولا متوهقه ولا شيء، بس لا جد والله جد والله يعني في اشياء تطلع يعني ليتني سويت كذا او ليتنا سوينا كذا، حتى بالتشاور مع عبد الرحمن مع طاقم العمل مع الاستاذ خالد فراج مع الكل يعني ليتنا سوينا كذا كانت تطلع افضل. وفي اشياء كتبناها شكل حلو بس طبقناها ما فادت. طيب ابرز العقبات اللي واجهتكم في يطبعون؟ الحمد لله ما في عقبات ما شاء الله، كل شيء ميسر لكم. اهم شيء اللي يقول لك راضي والدينا والله موفقه. هذه رضي. الحمد لله. امين يا رب. هذه الراضي. امين. طب يعني بتعرف يعني في منافسه كبيره جدا في اليوتيوب، وصولكم لهذه المرحله هو نجاح بحد ذاته وتفوق. الحمد لله. حتى تتالقوا اكثر تستمروا اكثر، شو دائما يعني شو الخطه المستقبليه اللي حاطينها لقناتكم؟ أن ما نوقف. هي رسالة. اللي يقول لك ما في رسالة لا، ممكن حتى بالبداية الواحد يبدأ بدون هدف، لكن لما يتعمق في العمل يعرف هدفه فيه. صح. في برنامج يطبعون هدفنا احنا نبغى المملكة تكون من أفضل الدول في العالم. صح. يعني في أشياء نشوفها احنا واحنا طالعين وشايفين العالم كله يعني، فننقهر يعني لما نشوف شيء مو عندنا. صح. وهذا اللي حرصتوا عليه انه يكون حتى الناقد وطريقه توصيل الرساله بطريقه شبابيه. حتى في انتقال العبارات، ترى انتقال العبارات مهمه جدا. طيب الان النقطه المهمه صاحي 15 ايش فيه؟ عطني ابرز ما فيها. والله ما كتبنا ما في. لا 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 عبد الرحمن ما اتفقنا على كذا، وانا اوجه لك الحين الكلام هذا. لازم تعطيني شيء. ما كتبنا. لازم تعطيني شيء حصري. يلا
15 اخترنا مواضيع بس ما كتبنا. مثل اول موضوع يلا. انا ما ودي احرق، اخاف احد لا 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 ما عليك، انا ماخذ الضوء الاخضر، شديدة بعدين ماخذ كل الضوء يوم. الاخضر من عبد الرحمن. طيب لازم تديني شيء في صاحي طب 5. أنا بضيع. في بالي ما جاء انا بعطيك سؤال ثاني. طب ممكن هل بتشعر انه عندكم يعني البيئه الخصبه لانكم تقدروا تنافسوا القنوات او فعلا انتم عم بتنافسوا حتى قنوات تلفزيونيه وفضائيات؟ حاليا وقت بدري عليه، يعني يبغى لنا اكثر من مش سنة. بس انتم بشكل عام، يعني كتجربه اليوتيوب وقنوات اليوتيوب شوف اليوتيوب ما تدرين عنه، يعني ما تعرفي هل هو بيستمر، هل هو بتكون موضة يعني فترة كذا وبعدين الناس ما تدري، بس هو يقال انه هو المستقبل. انت تشوف انه توجه للوسائط الاجتماعيه من ضمن اليوتيوب؟ انا اشوف اليوتيوب هو المستقبل بوجهه نظري. بس الكل يشوفه. ما تدري ايش اللي يلا يكتب يعني، او ما تدري ايش بيصير بعد فتره. اللي نتمنى لك يا هادي انه الله يكتب لك الخير، اللهم امين، وتظل ان شاء الله دائما هادي وهادي ورضي. انا الحمد لله مؤدب وعاقل بس لا يزعلون عليك ربعنا انتم. وشكرا لكل من يجمل الواقع ويرسم الابتسامه على وجوهنا. شكرا كثير يعني هادي على الجو الجميل اللي عملت لنا اياه كمان. إذا مشاهدينا ومستمعينا، كان معنا في ضيافة برنامج MBC في أسبوع زميل الإعلامي طبعا هادي الشيباني، مقدم برنامج يطبعون على اليوتيوب. شكرا جزيلا لك هادي. شكرا لكم هلا. خليه يحكي لنا شيء. اشكرنا يلا. شكرا. عندك خلاص حبيبنا يا هادي. شكرا هادي. شكرا لكم. إذا فاصل يلا نروح فاصل وراجعين، كونوا معنا.